معانا النهارده موبايل هينزل السوق المصري قريب. الموبايل بقاله حوالي يومين معايا بستخدمه. تعالوا نشوف تجربته والحاجات اللي احنا جربناها فيه، وهنتكلم النهارده يا جماعه عن موبايل هواوي الجديد، هواوي نوفا اي 90. معاكم احمد ياسر وده فيديو جديد. مبدئيا قبل اي حاجه كده هنتكلم عن هواوي فين دلوقتي من ناحيه الموبايلات. هواوي في السوق دلوقتي عندها اجهزه كتيره جدا زي سلسله النوفا وسلسله البي، وسلسله النوفا زي مثلا الواي 70، الواي 90، النوفا 9 اس اي، النوفا 9، وسلسله البي زي البي 50 برو، زي البي 50 بوكيت. انا عارف اصلا ان معظم الناس دلوقتي بقت بتسمع كلمه هواوي بتربط على طول موضوع خدمات جوجل، فانا دلوقتي جاي اطمنك عشان لو ناوي تشتري موبايل هواوي ما يبقاش في حته القلق دي. اول ما تفتح موبايل هواوي الجديد بتلاقي كذا برنامج زي الاب جاليري او بيتا سيرش. طبعا لو حبيت تحمل مثلا ابلكيشن من اب جاليري بتخش عليه تختار التوب ابس بتلاقي البرامج الرائجه والبرامج اصلا اللي محتاجها موبايلك، زي مثلا جوجل مابس هنعمل له انستول وهيتثبت معاك على طول، وكمان البرنامج هيشتغل من غير اي مشكله. وبرده ممكن نحمل من بيتا سيرش اللي ممكن برده ننزل منه برامج زي مثلا فيسبوك. طبعا هنا بننزل فيسبوك وبيثبت معانا برضو على طول. وفي معانا برضو ابلكيشن جي سبيس، ده اللي بيشغل لك جوجل بلاي وبيشغل لك برامج جوجل كلها، وبيتحمل برضو من الاب جاليري. طبعا البرامج دي كلها موجوده اصلا بتلاقيها على موبايل هواوي ما عدا بس الجي سبيس ده بتحمله الاول من اب جاليري عشان ينزل ويتثبت معاك. طبعا هواوي كمان عامله برامج تانية كتير جدا محتاجه اصلا فيديو لوحده، عامله مثلا زي بيتا مابس، هواوي كلاود، برامج تانية كتير قوي بالنسبه للسوفت وير الجديد بتاعها. طب حد هيجي دلوقتي يقول لي ليه مثلا انت بادئ البدايه دي؟ يعني برضو عشان في ناس كتيره جدا لسه متصوره اصلا لما تيجي تشتري موبايل من هواوي بتلاقي مثلا ان مش عليه جوجل مابس ولا عليه واتساب. طب لو مش عليه فعلا الكلام ده كله الشركه اصلا كانت قفلت، ما كانوش عملوا موبايلات خالص اصلا. المهم هنتكلم دلوقتي عن الموبايل الجديد بتاع هواوي نوفا 90، واللون اللي معايا ده اللون الاسود بصراحه لون شيك جدا جدا، وفي زي لمعه كده في الظهر لما اتحرك الموبايل. التصميم يا جماعه فكرني بتصميمات موبايلات الميت بتاعت هواوي طبعا القديمه، زي الميت 30 برو مثلا او الميت 40 برو، برضو فيهم نفس الشكل بتاع الكاميرا ده كده بالظبط، الشكل اللي هو المدور ده، وكمان كلمه هواوي اللي تحت اللي مكتوبه. طبعا الماتيريال زي اغلب الموبايلات بتبقى بولي كربونايت، بس فعلا التصميم حلو جدا، شكل شيك فخم، بالذات اللون الاسود بصراحه لون فخم جدا. وفي لون تاني برضو نازل من الجهاز ده، اللون اللي هو الازرق هوريهولكوا، برضو لون يعتبر برضو مميز. ولما نيجي نقلب الموبايل كده بنلاقي شاشه الموبايل، هنلاقي الشاشه كبيره اللي بحجم 6.7 انش من نوع اي بي اس ال سي دي، شاشه كبيره طبعا، السطوع بتاعها كويس 90 هرتز الريفرش ريت بتاعها، ده مقبول طبعا بالنسبه للفئه السعريه دي. وكمان بتيجي بنسبه استحواذ 90%، مفيش حرفيا في الشاشه حواف غير يعني الحته اللي تحت حواف صغيره، لكن الشاشه كلها بتبقى عباره عن شاشه. وده طبعا برضو في تجربه الالعاب بيبقى كويس جدا لما تيجي مثلا تلعب لعبه زي لعبه ببجي، او لما تيجي تتفرج على فيديو بيكون مسيطر على الموبايل كله. والجهاز طبعا بيجي ببصمه جانبيه، بصمه سريعه طبعا كالمعتاد في اجهزه هواوي. وقبل ما نقفل موضوع الظهر والشاشه، هي الشاشه الكبيره اصلا بتبقى عند ناس ميزه مثلا، وعند ناس بيبقى الموضوع ده عيب. يعني انا بالنسبه لي انا بحب الشاشه بصراحه بتاعت موبايلي تبقى كبيره، طبعا بتكون يعني شاحه وبرحه كده. عايز اعرف برضو ارائكم يعني في الكومنتات، انت بتحب الشاشه تكون كبيره كده ولا تكون حجمها صغير؟ نيجي بقى نتكلم على البروسيسور. الموبايل بيجي بمعالج مشهور جدا في الفئه السعريه دي، سناب دراجون 680 6 نانومتر. طبعا معالج مستقر موفر للبطاريه، بس مش هيبقى اقوى حاجه من ناحيه الالعاب، بس بالنسبه للاداء المعتاد هيبقى كويس جدا. وتعالوا برضو نجرب نلعب مثلا لعبه زي لعبه ببجي عليه. طبعا هنا يعني دي اقصى حاجه بالنسبه للجرافيكس. وطبعا اللعبه فضلت العب تقريبا حوالي 5 دقايق مثلا، اللعبه ما نجتش معايا خالص صراحه. يعني التجربه كجيمز برضو ما كانتش سيئه، وكانت تجربه كويسه من ناحيه برضو الالعاب. وطبعا الموبايل بيجي بواجهه هواوي الجديد ده ام يو اي 12 اللي فيها خاصيات جديده مثلا زي البيك فولدر، وزي مكان الاشعارات والاختصارات، واجهه سلسه كده وبتكون مستقره. الجهاز طبعا بيجي بمساحه 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الكاميرات بقى عندك 3 كاميرات في الظهر
الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل، وكاميرتين تانيين 2 و2 لكاميرا ماكرو وكاميرا ديبس، والكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل، والكاميرتين سواء الاماميه او الخلفيه بيصوروا فيديو لحد 1080. اداء الكاميرات بصراحه ما قدرتش احكم عليه قوي لاني ما خدتش بيه صور كتير، بس كتجربه اوليه الكاميرا الخلفيه طبعا صورها يعني كويسه، وبالنسبه للالوان طبيعيه، والنايت مود طبعا مميز جدا يعني عند هواوي، مش زي الموبايلات اللي بتنور الصوره فعليا، بس النتيجه بصراحه كانت مرضيه. الصور برضو كانت كويسه جدا جدا. وبالنسبه بقى للصور السيلفي فهي طبعا حلوه يعني عشان انا متصور بيها يعني، وده غرور يا جماعه. طبعا الصور قدامكم، وفي الاول وفي الاخر الحكم بيكون ليكم بالنسبه لتجربه الكاميرا. البطاريه بقى بتيجي بسعه 5000 ملي امبير مع شحن سريع 40 واط. بطاريه ممتازه طبعا وسرعه شحن كويسه جدا جدا. موبايل مثلا بيشحن من 0 ل 50% في اقل من نص ساعه بس. واخيرا بقى بالنسبه للسعر، فالاسعار للاسف مش مستقره خالص اليومين دول. كنت منزل فيديو بصراحه، الفيديو اللي فات على طول كان عن اللابات، وطبعا في اخر الفيديو قلت اسعار. تاني يوم على طول يعني كان للاسف موضوع الدولار لما ارتفع قدام الجنيه، طبعا كل الاسعار اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات كانت غلط، مع اني كنت لسه منزل الفيديو وشكلي بصراحه كان وحش. بس خدوا بص برضو على الفيديو ده لان هو فيديو يعجبكم يعني. بس اتوقع ان الموبايل مثلا ينزل في رينج 7 6 500 في الرينج ده. وبس كده، دي كانت مراجعه سريعه لموبايل هواوي جديد، هواوي نوفا واي 90. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. بشوفكم على خير في الفيديو الجاي. يلا سلام.